رسميا دلوقتي نادي الزمالك حجز مقعده هو وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا خلاص، بعد ما كله ما كان قاعد وعمالين يشوفوا بوستات ان النادي الاهلي هو اللي هيشارك مكان الزمالك عشان القواضي. فدلوقتي القواضي اتفكت الحمد لله. وصلنا دوري ابطال افريقيا وان شاء الله نكمل، وتبقى بقى الفرحه مبالغ فيها اكتر واكتر لما نخش دوري ابطال افريقيا. وعايز اسمع كلمه احنا عايزين احنا عندنا منه ياما، فانا عايز اسمعها ان شاء الله. تمام. هسمعها من النادي الاهلي، يعني من جماهير النادي الاهلي هيطلعوا بقى يقولوا لك انت مبالغ في الفرحه واحنا عندنا منه ياما، فان شاء الله انا عايز اسمعها لان بتبسطني قوي الكلمه دي. تاني حاجه بقى بيراميدز طالع معاك، فمبروك برضك لبيراميدز عشان فريق المنافس في الدوري للنادي الزمالك هو الوحيد. مبروك للنادي الاهلي وصوله للكونفدراليه، ده انجاز كبير ليه وحاجه ما عملهاش تقريبا بقاله سنين. هيلاعب البط الكيني والعصافير صوصو هو ونادي زد. مبروك ليهم. تمام. نادي الزمالك عمل دلوقتي حاجه كويسه، وصل افريقيا ان شاء الله. بقى نلعب، عايزين صفقات بقى وتدعموا الفريق اكتر واكتر عشان نوصل لمرحله احسن من اللي احنا فيها. تمام، عشان ما يبقاش عليك ضغوطات، تبدأ تاخد افريقيا، تاخد الفلوس، تظبط حالك، تنعنش لعيبتك، وانت معاك لعيبه رجاله. كابتن معتمد جمال الصراحه كويس، ويا ريت اداره نادي الزمالك تعمل عقد معاه لان ده هيبقى افضل من اي مدرب يجي لك دلوقتي في الوقت الحالي. وتكمل على خير بقى باذن الله ان شاء الله. وسهرناكم معانا عشان انتوا عايزين تعرفوا انتوا اللي هتشاركوا ولا لا، فانا جبت لك من الاخر نادي الزمالك رسميا في دوري ابطال افريقيا. السلام عليكم.